السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مريم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم بريوش يومي كيجي خفيف ولذيذ بزاف، بدون بيض بدون زيت. غنحتاجو معلقة كبيرة ديال الزبدة وكتعطينا نتيجة رائعة. كيجي البريوش خفيف بزاف والمذاق ديالو كيجي رائع، كيحماقوا عليه الوليدات. وكيف ما كتشوفوا هنايا لعبنا شويه على الشكل. نبدلوا من طرق اللي كنقدموا بها البريوش، طريقه سهله وبسيطه. ان شاء الله غادي تعجبكم. فما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. وندوزو دابا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندي 300 غرام ديال الدقيق، عندي معلقه كبيره عامره ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، والحليب عندي 210 مليلتر، يكون حليب دافي وممكن نحتاجو قل او كتر حسب نوعيه الدقيق. عندي رشه صغيره ديال الملح وواحد البول فاش غنعجنو. اول حاجه غناخد الخميره الفوريه، غندير فيها شويه ديال الحليب، كيف قلت لكم يكون حليب دافي. غنخليوها على جنب حتى كتفعل لينا ديك الخميره، ومن بعد عاد باش غادي نخدموا بها. في هذه الاثناء غناخد واحد البول. بالنسبه للعجينه ديال اليوم ان شاء الله ما غاديش ندلكوها، هانتوما غتشوفوا معايا. غنحتاجوا غير واحد البول فاش غنخلطوا المكونات كلها. اول حاجه غندير الحليب، وغادي نزيد السكر ورشه ديال الملح. غنخلط هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا ويذوب لينا السكر. هنايا غنضيف حتى الخميره وغادي نخلط مزيان كيف قلت لكم حتى ينسجموا المكونات مع بعضهم. صافي على هذا الشكل. دابا غناخذ الدقيق غنضيفو على 2 مرات. غندير الكميه الاولى عاد باش غنضيف الكميه الثانيه. غادي نخلط هذا الدقيق مع المكونات الاخرى، غنخلطهم مزيان. في الاول غتكون عجينه جاريه، ولكن هنا غادي نخلطوها مزيان قبل ما نضيفوا الكميه الثانيه، بحال غندلكوها في هذه المرحله هذه عاد باش غنضيفوا لها الكميه الاخرى ديال الدقيق. المهم كنبقاو نعجنوا اولا نجمعوا هاد العجينه هذه حتى كتجمع لينا بهذا الشكل. ما نحتاجوش اننا ندلكوها، غير غتجمع لينا بهذا الشكل هذا. وعاد غنضيفوا الزبده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نحاولوا ندخلوا الزبده في العجينه مزيان بهذا الشكل هذا. المهم حنايا كنخلطوا، ماشي ضروري اننا نعجنوها، غير باش تنسجم لينا الزبده مع العجين. صافي هذه هي العجينه من بعد ما دخلت فيها الزبده. دابا غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها حتى كيتضاعف الحجم ديالها. تقريبا غنخليوها ساعه ديال المكانه. وهذه هي العجينه من بعد ما تضاعف الحجم ديالها. غناخدها ونخرج منها الهواء اللي فيها. هنايا جبت الدقيق غنحطو على جنب، غادي نحتاجو من بعد. صافي غادي نجمع العجينه ديالي بهذا الشكل، نحطها فوق طاوله العمل وغنرش عليها بالدقيق. من بعد غادي نسرحها شويه باش غنقسم العجينه. وغناخد واحد الموس غنقسمها على 2، من بعد على 4، ومن بعد على 8. المهم طريقه سهله هذه، غير فكره باش غادي نقسموا العجينه باش تعطينا اشكال متساويه. ومن بعد غادي نشكلوا كل مثلث، غنشكلوا منه كويره صغيره ونحطوها على جنب. غنشكل المثلثات كلها كويرات صغار ونحطهم على جنب، نغطيهم بالبلاستيك الغذائي ونخليهم تقريبا 10 دقائق حتى كيرتاحوا، وندوزو باش نكملوا المرحله الاخيره. داز تقريبا 10 دقائق. دابا غنجيب المول الخاص بالكاب كيك، هو اللي غنستعمل اليوم ان شاء الله. هنايا بما انه الماركه اللي عندي كتلصق،
فاستعملت هنايا الاوراق ديال الكاب كيك اولا الكويغطات ديال الكاب كيك، درتهم باش نتفادى ان العجينه ديالي ما تلصقش ليا في المول. الا عندكم نوعيه جيده ديال المول ديال الكاب كيك فما تحتاجوش ديروا الكويغطات ديال سميتو ديال الكاب كيك. المهم كناخذ كل كويره كنقسمها على 3. هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غنقسمها بهذا الشكل هذا باش غيجيونا كويرات متساويين، يعني بهذه الطريقه سهله. وغناخذوا كل قطعه نكوروها نديروا منها كويره صغيره وغادي نحطوها في القالب ديالنا اولا في الكويغطه. المهم راه الفيديو شارح نفسه، ان شاء الله تكون طريقه سهله والنتيجه راه غادي تعجبكم اكيد، لانه فعلا الطريقه زوينه وكيجي البريوش خفيف وكذلك كنغيروا في الشكل اللي متعودين عليه. المهم انا غنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه كلها اللي عندي، ومن بعد نتلاقاو باش غادي نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. دابا غادي نخليهم يرتاحوا تقريبا 20 دقيقه حتى كيضاعف الحجم ديالهم، ونتلاقاو من بعد باش غنطيبوهم. هذا هو البريوش ديالنا من بعد ما ضاعف الحجم ديالو كيجي على هذا الشكل. دابا غناخذ اصفر ديال البيض، غادي نسمو بشويه ديال الفاني وغادي ندهن به البريوش من الفوق على هذا الشكل. من بعد غادي ندخلهم للفران اللي يكون مسخن على درجه حراره 180، نخليهم حتى كيطيبوا مزيان ويتحمروا من الفوق، ونتلاقاو من بعد باش غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. صراحه شكل رائع والمذاق رائع بزاف بزاف. ان شاء الله البنات ما غاديش تندموا الا جربتوهم. وقبل ما ننسى البنات، الا كنتوا اول مره كتزوروا قناتي ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. والا كنتم المتتبعين الاوفياء ما عليكم غير تخليوا لي لايك وشي تعليق محفز، وشكرا لكم. المهم انا دابا غادي نكمل البريوش ندهنه بالبيض ومن بعد غادي ندخلو الفران ونتلاقاو من بعد باش غنشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو البريوش من بعد ما خرجته من الفران كيجيو على هذا الشكل. صراحه شهوه منهم، لا في الشكل لا في المذاق. جربوهم على حسابي وخليوا لي في التعاليق كيف جاوكم. وهنايا البنات قبل ما يبردوا كندهنوهم بالزبده من الفوق باش كيعطيونا هذيك اللمعه، كتعطي واحد اللمعه زوينه الزبده من الفوق. انتم غتشوفوا معايا، شوفوهم دابا قبل ما ندهنهم بالزبده وغتشوفوهم من بعد ملي ندهنهم بالزبده، يعني كيجيو رائعين الا دهناهم. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش كذلك تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل الفيديو لبزاف ديال الناس وتكبر القناه، علاش لا. المهم اخواتي ما بقى لي الا نودعكم. شكرا على حسن المتابعه والى الفيديو القادم ان شاء الله. خليتكم على خير.